حبايبي عام جديد وعام سعيد إن شاء الله، كل سنة وأنتم طيبين. معايا النهاردة فتة الشاورما، طبق بيتباع في المحلات غالي جدا، بس احنا هنعمله بأسهل طريقة وبألذ وأجمل طعم. معايا شرايح صدور فراخ طبعا مغسولة ومنقوعة في مية وملح وخل ومتصفية كويس. معايا فلفل أسود، بصل بودرة، توم بودرة، جنزبيل، كاري، كزبرة، ملح، نص معلقة سكر، معلقتين زيت ومعلقة خل. السكر هنا عشان بيعادل الخل وبيسرع من سوى الفراخ. تمام. وبنعمل التقليبة دي مع بعضها وبننزل الفراخ وبنسيبها في التلاجة مش أقل من ساعة. لو عايزة تكتري المدة يبقى يا جماله يا جماله. معايا 4 5 معالق زيت، تنزلي بالفراخ أول ما يسخنوا، وبعدين أول تقليبة بعدها بتنزلي بصلة متقطعة هلالات، شوية بقدونس، شوية فلفل رومي، شوية طماطم، ربع كوباية مية، وتسيبيها تستوي يا جماله يا جماله. معايا بقى الرز البسمتي، أنا بغسله وبسلقه لأن السليق بيساعد على السوى كتير، وبصفيه. بعد كده معلقة زبدة، معلقتين زيت، أول ما بيسيحوا مع بعض بتنزلي الرز ومعاهم معلقة كاري ومعلقة كركم وشوية ملح. دي التوابل كلها اللي بنعملها مع الرز البسمتي. تمام. وبنقلب بقى تقليبة كده، وتحطي كوباية مية وتسيبيه يستوي. معايا 3 ترغيفة شامي من العادي خالص، بتقطعيه شرايح زي ما انت شايفاه كده. هو ده العيش بقى اللي بيتحط على حروف الطبق، ومعلقتين زيت، وتحطي على النار يعني الواطية خالص الهادية، وتقلبيه على طول تقليب مستمر لغاية ما يقرمش كده ويبقى جميل. بعد كده بتحطي له رشة ملح ورشة كمون. معايا بقى هنا 2 زبادي، ومعايا ملح، ومعايا معلقة طحينة وشوية خل، و4 فصوص ثوم، ومعايا 3 بواكي مايونيز بما يعادل 3 معالق. وهسيب لكم كل المقادير في صندوق الوصف. تمام. لغاية وشوية مية، ربع كوباية مية وأقل، لغاية ما يبقى بالقوام ده. معايا بقى كل حاجة كده جاهزة. تغريفي الأول الرز، وبعدين حواليه العيش والشاورما الفراخ بقى كده في النص، ومعايا المايونيز، يعني تعمليهم بالعكس وكلي أحلى طبق فتة شاورما وبألف هنا. ألف هنا وعافية.